السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لسه خلصان ماتش الاهلي وباتشوكا. الاهلي خسر بضربات الجزاء بعد التعادل 1-1. هو انا عندي استفسار قبل ما اتكلم في اي حاجه في الماتش. هو عمر كمال عبد الواحد بيشوط ضربات جزاء ليه؟ يعني ده شاط 5 ضربات جزاء في حياتهم، ضيع منهم 4. ليه كل مره عمر كمال مكتوب علينا؟ يعني ليه كل مره عمر كمال عبد الواحد يشوط ضربات جزاء؟ يعني ليه؟ يعني هو مثلا من المقرر دستور في الدوله ان عمر كمال عبد الواحد يشوط ضربه جزاء؟ مش فاهم والله. بس بعد عن اي حاجه، إيه، ماتش مش وحش. الشوط التاني جبار بصراحة. الشوط الأول طمنا قوي على الشناوي، بيلعب برجله كويس. استغربت، لعب 3 أو 4 كور حلوين قوي برجله، ولعب كور طولية بتروح للاعب. يعني مثلا لعب كورتين لمحمد علي بن رمضان، لعب كورتين راحوا له، والكرة كانت رايحة لمحمد هاني برضه راحت له. يعني بيوجه برجله كويس جدا، فأعتقد التدريبات جابت شغلها بسرعة. الشوط التاني بصراحة شوط مغاير تماما عن الشوط الأول. لا، في لعب كورة، في باصات، في تاكتكس، في وان توهات، في كل حاجة حلوة في الكورة. يعني تريزيجيه عمل الجون الأول بعد تمريرة سحرية من حمدي فتحي. يا جماعة حمدي فتحي مش هيقعد دكة عشان بس نبقى على النور. مروان عطية لعيب وكل حاجة، بس حمدي فتحي مش هيقعد له دكة. حمدي فتحي يلعب أساسي، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني. حمدي فتحي لازم يلعب أساسي. حمدي فتحي بيزيد وبيرجع وبيغطي وبيحط اسيستات، وممكن يحط يخش 18 ويحط جون كمان. عايز اتكلم برضه عن محمد علي بن رمضان. عمل شوط اول اسطوري ما شاء الله عليه، الله اكبر. لمسته حلوه جدا. بيعرف يلعب تحت ضغط، بيعرف يطلع لك الكوره، بيعرف يستلم تحت ضغط. استلم كوره في وسط 4 النهارده وطلعها لمحمد هاني حلوه قوي. ما عجبنيش محمد طاهر النهارده، ما كانش جايب فورمه، مش احسن حاجه. زيزو طبعا مش هحكم عليه يعني. الراجل نزل في الدقيقه 60، فاكيد ما فيش حكم على زيزو الماتش ده. تريزيجيه بيلعب الصعبه شويه. كذا مره كده تريزيجيه كان ممكن يعمل فيها حاجه، بس بيلعب الصعبه شويه. بس ان شاء الله ريفيرو هيظبطها. طبعا اصابه جراديشار ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويلعب الماتش الجاي باذن الله. لان انت ما عندكش غير وسام في المركز ده، فاعتقد ان غياب جراديشار ممكن ياثر عليك. فان شاء الله باذن الله تكون اصابه خفيفه ويرجع الماتش الجاي. قفشه النهارده عمل ماتش الى حد ما بنسبه 60% حلو. نفس مميزات قفشه اللي بيعرف يعملها كل مره، ان هو بيعرف يطلعك، بيعمل سكاننج حلو قوي للملعب، بيعرف يعمل استحواذ على الكوره براحته، بيقف على الكوره بصراحه قفشه نفسه مميزات ومفيش جديد. اللي لفت نظري برضو النهارده قوي قوي الواد احمد رمضان بيكهام. الواد بيطلع كرة من رجله حلو قوي بجد والله. بيفكرني محمد عبد المنعم. هو مش هيوصل لكواليتي محمد عبد المنعم، بس لا، بيقطع وبيعمل تاكلينج وبيطلع الكرة. فماتش عموما استفدنا منه ان احنا شفنا اللعيبه وجربناها.